السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد في نهار جديد. كنتمنى قصة اليوم تنال إعجابكم. كنتمنى تلقاكم في أتم الصحة والسلامة والعافية. قبل ما نبدا قصة اليوم لقصة واش من قصة، ما تنسونيش من لايكاتكم ومن تعاليقكم الزوينة. ما تنسوش بارطاجيو القصص ودوزوا القناة الثانية وتخليوا لي فيها لايك وتعليق. بالنسبة للناس الجدد لأول مرة كيلتحقوا القناة ديالي، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش توصلكم كل قصة نزلتها في كلتا القناتين، وهذا فضلا وليس أمرا. ايوا قبل ما نبدا قصة اليوم ما تنسوش تصليوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندوزوا القصة مباشرة. أنا وردة، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي ونحكي لكم على مجرى ليا وعلى موقع ليا في حياتي. تا أنا قصة فيها ما يتسمع، وما غاديش نبعد لكم على القصص اللي فايت سبقتوا سمعتوهم، اولا اللي كيعجبوكم اولا اللي كتبغيو انكم تسمعوا ليهم كل ليله. فانا وحده منكم وبغيت نتقاسم معكم. فبدايتي فقصتي بدات من دارنا. انا كنت في دارنا الكبيره في خوتي وفي خواتاتي. ولدتني الام انا الاولى. فالمهم ديك الاولى ديما كتكون يعني هي كلشي في الدار، كلشي عليا، الحداكه والتهويل. خاصني نقابل هذا، خاصني ندي هذا للمدرسه. انا قريت حتى الثانيه ثانوي وجلست في الدار. علاش؟ بشغالات الدار. الام ديالي كانت صعيبه وصعب منها ما كاينش. الام ديالي واحد الانسانه اللي كانت جديه فوق الزايد، ولكن عزيز عليها الاهل ديالها. ديما هي غاديه، فينك عاد خويا، عاد اختي، عاد خالتي، عاد عمتي. هي ديما خارجه، خلاتني هزيت مسؤوليه خوتي وخواتاتي. فخواتاتي تيقراو الحمد لله، وخوتي وزائد ذلك انا كنت حادقه. كانوا عزاز عليا الشهوات والطياب ونقاد، وكنت ديما كنتمنى اني نتزوج شي راجل ونكون ربة بيت، ما نكونش بحال الموظفات. حيت خواتاتي اللي صغار مني لقيت اللي كبروا تزوجوا. والصراحه بيني وبينكم وسمحوا لي، محنات بزاف ومكرفسات. ولاو يجيبوا ولادهم انا نشدهم بحال المربيه. هادشي طلع عليا الدم وقلت علاش كل وحده انها تجلس في دارها وتربي وليداتها وتقابل الراجل ديالها، هكا غتكسب عائلتها وعائله الراجل، والراجل غيكون معاها مزيان. هذه هي الفكره ديالي وسمحوا لي. فمشات ليام ودازت ليام، انا بغيت نتزوج. تقول لي كيفاش؟ اول وحده تقول لي بغيت نتزوج. شفت صحاباتي اللي قدي وصغر مني تزوجوا، شفت خواتاتي اللي صغر مني تزوجوا، شفت بنات خالاتي وبنات العائله وبنات الجارات. فنكذب عليكم بقى فيا الحال بزاف. تنقول علاش مالي انا؟ الحداقه فيا والتاويل فيا والتباته والكلام الرزين مولاتو. انا ماشي من دوك البنات اللي درت كثره الصحابات وكنخرج صباح وعشيه. انا عمرني شحفت والديا ملي عاقله وانا مرضيه، ملي عاقله وانا على هاد الكلمه سمعا وطاعه. كلمه لا ما كتخرجش من فمي. انا كنساعد القريب والبعيد، حتى انا بغيت ربي يحن عليا بشي زوج اللي صالح ويسرني ونعيش مع الحياه. فيوم من الايام الجاره اللي حدانا اللي كانت صاحبه الام ديالي ماتت الام ديالها، ولكن امها في واحد المدينه اللي بعيده، مثلا بحال قلتو مسافه بين الشمال والجنوب. عندها الطريق تبارك الله. دابا الجارات اللي حدانا لا ماتت ام شي وحده وكانت قريبه كيمشيو يعزيو كيتبعوها، هادو هما التقاليد. لا مرضات شي وحده كيتجمعوا، المهم القلب على القلب كيف ما تيتقال. فهي الوقيته اللي ماتت امها بعيده وحتى وحده ما تبعاتها. الوقيته اللي جات ودازت هذيك المرحله ديال العزو عند والديها جات لدارها. الوقيته اللي مشى في الوقيته اللي جاو مشاو عندها الجارات قالوا لها نهار السبت غنجيو عندك عزو واحد بلا ما نكرفسوك. فالوقيته اللي تغدينا كل وحده في دارها، انا مع الام ديالي صوبت شي بغريرات وانا عزيز عليا الطياب، والجاره الاخرى نسمى الاخرى الكيكه. المهم كل وحده وجدات كينوعوا تبارك الله جوج طبالي كيعمروا. ايوا الوقيته اللي دخلت انا والام ديالي، ديك الجاره اللي عزيناها عارضه على صحاباتها وبنات عماتها، قالت لهم راه الجارات جايين عندي فجيو داك النهار اللي غادي يجيو. فالوقيته اللي جلست صراحه اش غادي نقول لكم، كل شيء متول من هاد العيالات ديال الحومه. فانا داك البغرير ديالي عجب واحد المراه اللي حدايا، قالت تبارك الله شكون هاد لاله مولاتي اللي مصوبه هاد البغرير وايلي. قلت البغرير حتى عييت، هاد البغرير راه كان ليا الدماغ ديالي. قزات الام ديالي قالت لها بنتي ها هي تبارك الله، وما كايناش غير انا، راه كاينه شحال من مراه جايبه بناتها. ايوا داك البغرير سبحان الله طلع وبين لي سعدي. وانا راه بعض المرات ماشي غنقول لكم ديما كيصدق ليا البغرير. البغرير راك انتي وزهرك، واخا تكوني حادقه، واخا تكوني لاله مولاتي،
واخا تشري مقله اللي غاليه وثقيله تقولها ماشي بحال المقالي، ولكن سبحان الله هذاك النهار طلع هذاك البغرير. اش غادي نقول لكم، شقلب دير 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 تطلع، وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. فالوقيته اللي كلاو شكون هادي باش شكون هادي، المهم عجبهم وهذا الشيء. فوحده منهم قالت لها شوفي نقول لك، تبارك الله بنيتك حاذقه وعاطيه العين، ما ناوياش تزوجيها؟ قالت لها امي وعلاش ما ناوياش نزوجها؟ هادي راه عمارة داري وهادي راه الحداقه، وانا تصدمت في امي اللي كانت قاصحه معايا. قالت لها هادي تحكات في صغرها بزاف وهزات مسؤوليه خوتها وعائلتها. قالت لي ها هادي راه مرضيه، عمرها غادي تخيب، والراجل اللي داها غيكون مرضي مو ومرضي عائلته، فين ما بغاها غادي يلقاها. امي مسكينه خرجات هذوك الدميعات وبقات فيا بحال حسات بالقسوه اللي كانت قاسيه عليا، ولا انا بعدا ما فهمتهاش. قالوا لها العيالات ويلي لا وبنيتك الا بان سعدك خاصك تفرحي وتزيدي وتكملي وتوقفيها على رجليها وتوصليها الراجل المناسب ليها. قالت لهم امي عرفتكم واش قصدتوا، ولكن معزتها راه خاصه عزيزه عليا بزاف، ما ضراتني مغوتات في وجهي ديما كلمه عمر كلمه لا ما قالتها. فامي تبكي وانا نبكي، هي تقول واحد المراه لا ايوا صافي ضحكي ونشطي لا بان سعد بنتك. فدازت واحد 3 ايام بحال هكاك، وهي تجي الجاره اللي مشينا عزيناها دقات الباب قالت لها امي مرحبا دخلي. قالت لي جا ورده هنا بغيتك. نعم خالتي. قالت لي السيده بغاتك لولدها، شكراتك وبضرافتك بغاتك عشقاتك. قالتها لولدها قال لها مرحبا، الا بغيتي ووافقتي ورضيتي نجيو تبارك الله نجيو ان شاء الله نهار الاثنين. قالت لها امي يدير الله خير. فلقيت اللي جا الاب ديالي قالت ليه امي، قالت ليه راه ورده جاو فيها الخطاب قال لها مرحبا. فجاو نهار الاثنين ما خلاو غير اللي ما نساو، وتحنا وجدنا اللي قسم الله. فبقاو يديو يجيبوا في الهضره، انا ما يمكنش نخرج عنده ولا نتلاقى به، فاضطرفت انا وياه في واحد البيت بموافقه الاب والعائله بالحياء وبالتاويل. لقيت اللي جلس معايا قال لي عندك تليفون؟ قلت لي عندي. قال لي تعطيني النمره ونتلاقى معاك خارج هنا. قلت لي شوف داكشي اللي غادي نتلاقاو عمل، داكشي اللي غادي نتلاقاو ونهضروه احنا قدام العائله، تاقوا فينا جلسونا في هذا البيت. يعني شي حاجه اللي من 7 المستحيلات تيديروها بعض العائلات. ولكن انا تنظرك سولتي عليا، انا راه عمر شي قهوه جلست فيها، عمر شي علاقه درتها، وعمر خطابيطي ما كانت في بالي، كل شي شاهد ليا. قال لي هادشي عارفه. قلت ليه مادام هادشي عارفه هنا، عجبتك مرحبا، ما عجبتكش شكون اللي كيدير لي كتاب لي. قال لي لا عجبتيني، لا بغيتك، غير نوضي بلا ما ندي ونجيب معاك الهضره، وغربلتك بكلام اللي هو قليل. فصافي يعني خرج هو وانا وجهي مزناك، قال لهم نقراو الفاتحه، قرا هو والاب ديالي والعائله ديالو. فداز واحد 7 ايام بحال هكاك، قال لك جايبين الخطبه الكبيره الرسميه. فدارت ديك الخطبه، فخطبني من بعد الخطبه بيومين درت العقد ديالي باش نولي نخرج معاه رسمي. ديك الساعه راه برا كيجي يهزني من قدام الباب بالطوموبيل، ما خلا فين تسارى معايا فين داني. كان وجدوا العرس وكندهزو. فلقيت اللي وصل الصيف دارت العرس ديالي، عرضت على الهل والحباب ديالي. كنت فرحانه بزواجي، فرحانه بالراجل المناسب ليا، اول واحد شو بغيته عشقته، ما كان ليا واحد قبله. فالام ديالي مسكينه كل مره نلقاها تبكي تنقول لها وامي دابا عا قولي لي واش نتزوج ولا نبقى حداك، دابا واش عجبك الحال كلشي تزوج وانا حداه. قالت لي يا بنيتي الكبده وما دير. قلت لها امي انا راه ما مزوجاش في شي مدينه اللي بعيده، راني غير قريبه، طاكسي حمار يوصلك حتى لعندي. بقات كضحك قالت لي يا بنيتي انا راضيه عليك. فدرت العرس ديالي. فدوك خواتاتي اللي كنت كنعاونهم في وليداتهم وقفوا معايا وعاونوني. فعرضت على الهل والحباب والصحابات القدام والجداد، فالجيران والجارات دايرين بيا بولادهم واقفين معايا، كبير وصغير. اش غادي نقول لكم، عرس اللي مالو مثيل. فانا ربي عطاني على قد نيتي والطيبه اللي كانت فيا والمساعده اللي كنت كنساعد الناس. تخيلوا الجارات نهار عرسي كيبكيو دموع اللي ثقيله. غتقولي لي علاش؟ لا بادين بالدموع، لا دموع المحبه. حيت انا ديك البنت اللي كنت كنكون في الدار وشي مره مثلا غلبات هادشي زربيه كتحك فيها ولا شي سداري ثقيل عليها ولا شي حاجه، كانت كتعيط ليا. انا كنت المسانده الرسميه في ديك الحومه، كنت ظريفه ودرويشه. انا ولاد الحومه عمر شي واحد زعم عليا، ديما تيقولوا لي اختي ورده، ولكن بالحدود ديالي. فكنت نيه ورزينه وظريفه، والحمد لله ربي عطاني
على قد نيتي، واخا انا الكبيره في خواتاتي تزوجت ساعدي جات البنيت ديالها. فالوقيته اللي مشيت وسكنت مع الراجل ديالي وحيده بوحدي، الراس في الراس، لا شيخ لا والو، ما كاينه لا عجوزه لا شيخ لا لوسه. فانا سكنت في الدار ديال الراجل اللي بخير وعلى خير ولاباس عليه، الراجل اللي من نهاري بسيارتي، من نهاري فلوسي برزقي، الراجل اللي كيتمنى دخول الدار اكثر من خروج، الراجل اللي من الخدمه كيجي طاير عندي ورده وكتسنى فيه في الدار، اسم على مسمى. انا من دوك النساء اللي كنت انيقات حكيمات رزينات، عارفه الصلاه في وقتها، الرزانه في وقتها، الضحك والنشاط مع الراجل ديالي الليله كامله. انا لقيت اللي كيدخل الراجل ديالي تيقول لي سبحان الله الا سبحان الله الا كتباني لي انت غير بوحدك في الطريق، واخا ما عرفتش يكون، تيقول لي انا في الخدمه معايا بنات صغارات كبارات ولكن عشقتك انت وحيده منهم، فالله يخليك ليا ونبقاو لبعضياتنا. فدوزت عامين مع الراجل ديالي، عامين كنحن على الام ديالي، عامين الام ديالي كتمشي وتجي عندي، عامين الخواتات معمرين داري، انا ما سديت بابي لا على عائلتي لا على الجارات لا على الجيران، انا ما خفت من حتى حاجه. انا عكس البنات اللي تنقول لا النعمه ديالي ما نبينهاش، لا النعمه ديجا بانت الناس كاملين. دليل ذلك في زواجي وفي عرسي وفي الخطبه ديالي، دليل ذلك النهار اللي جاو عندي وجابوا الطوموبيل، تنسي في طوموبيل بلات الحومه حلوا فمهم. انا النعمه اللي عندي علاش غادي نسترها وهي باينه. المهم هذا طبيعي، احترامات لبعض النساء اللي تيقول لك السر النعمه لا تزول منك، الا عطاك ربي راه ما الا عطاك ربي وما الا عطاك ربي راه عطاك، ولا بغى ربي تزول النعمه من عندك راه تزول، اذا ربي القادر على كل شيء. منكم غتقولوا لي العين حق، ايه العين حق متفقه معكم، ولكن لا توكلتي على ربي ما عندك مناش تخافي. فهاد الشيء اللي وقع ليا غادي نحكي لكم. هذيك العامين ما خليت فين تساريت انا والراجل ديالي، ما خلينا فين مشينا. اما العجوزه ديالي راه ما نسيتهاش، واخا ساكنه في داري كنمشي عندها، كنطل عليها، كنتقضى، ما بعدش عليها ولدها. انا راجلي عنده خوتو ما بعدتهمش عليه، زينتهم في عينيه. بالعكس واحد النهار اللي بالعكس لقيت اللي دخلت لقيته ما كيهضرش مع خوه، جات غير مرته في العرس. بقيت كنبحث وكنعرف حتى جمعت شملهم وتلاقاو. يعني كنجري غير في الخير، لا في دارنا لا في دار الراجل ديالي. العجوزه قالت لي شوفي، نهار حطيتي قدامك حيدتي واحد الغمه من عندي، واحد الغمه من القلب ديالي. قالت يا خوتي، قالت لي ولادي اللي ما كانيش يهضروا، درنا المستحيل بنتي، نهار اللي جيتي حليتي المشكل في رمشه عين. الله يخليك، واللي بغى يتليك يتلا هو في بلاصتك، واللي ضرك الله يضره. تخيلوا اللي بغيت نقول لكم دعاوي الخير شادها من عند الكبيره والصغيره. الحمد لله ربي غادي وكينصر فيا. ايوا حتى لواحد النهار اللي لقيت راسي ماشي تلهي، ماشي طبيعيه، ما حتى حاجه ما عاجباني، ولا الراجل يهضر نطير فيه، تيقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، انت شو وقع عليك مالك؟ جات العجوزه ديالي امي واحد النهار اللي عيط عليهم الراجل، قال لهم ما فهمتهاش. قالت لي امي طبيعه الحال ما غاديش تفهمها، طبيعه الحال الراجل صعيب اللي غيفهم هاد النوع ديال النساء. اويلي بنتي راه باينه في عينيها كتوحم. العجوزه قالت لها ويلي انت باش عرفتيها؟ قالت لها كيفاش باش عرفتها؟ حنا راه كنعرفوا البنت تتوحم، احنا كنعرفوا المراه وحمها من العينين وشي مناطق عندها في الجسم ديالها. لا ايوا راجلي قال لي يلا هلاله ياك على السبيطار نمشيو ليه، التحاليل يبينوا لينا اش عندك، التلفازه توري لينا اش في كرشك. ايوا بسم الله. فمشيت على الطبيبه اللي كاينه في السبيطار اللي هو نيت، فدخلاتني اول حاجه التحاليل، ففحصات ليا كرشي كاين الحمل عندي. فالوقيته اللي الراجل ديالي عرفني حامله بغى يطير بالفرحه، قال لي سمحي لي لا تعاملت معك شي، قال لي سمحي لي لا ما فهمتكش. العدوسه تزغرت وامي تزغرت في السبيطار كأن اول وحده تولد ليهم في العائله. فرجعت لداري، فصعبت عليا الوحامه والحماله، فتمحنت وتكرفست، فلقيتو السند ديالي، ما كان احتاج لا لامي لا العجوزه ديالي، كل شيء هو اللي دايرو. فالراجل ديالي يشوي ويعطيني اش منك كفته وكبده اللي جات على الراس ديالي كيحطها ليا، وحامه ديال الصح. فلقيت اللي ولدت ليه وليد، ايه اخواتي كيشبه ليه، زوين وشهب وحروفه سبحان الله. فوليدي حبيته وتمنيت لكل محرومه وليد بحالها. ففرحتي مالي همتيل. اما الراجل ديالي اش غادي نقول لكم، راه دار حفله بعدا في الخدمه ديالو، ومن بعد دار سبوع في خروجي. نهار اللي دخلت وهزيتو بين يدي لقيت الفرحه والبهجه في الكل، ما لقيت حتى حاجه منكده عليا. راجلي فرحان وناسي، الحواله وتشواو ليا، ولدي وفرحوا ليا، الواسي دايرين بيا، عيالات الواسي زغرتو، نفيسه ديال القلب. سبحان الله تنقول اش هاد الزهر عندي، ربي واش انا اول وحده تولد في هاد العائله، والحمد لله على كل حال. فدا السبوع لوليدي،
فتقطعوا الرجلين عليا. صافي بقيت انا والراجل والمسؤوليه. هنا كنكتشف بلا الوليد مريض بعد ما طلعت لي الحراره وديتو انا والراجل ديالي. انا واخا ولدت في ديك المده راه بقيت الانسانه المثاليه بعد ما يعني فاتت المده ديال الولاده. فكنت هذيك الانسانه واخا ولدي كنعسو وكينعس مرتاح عاطيه وقتي الراجل ديالي. فانا ما بغيتش نكون من داك النساء اللي لقيت اللي نولد نهمل، ولكن هذا الشيء كتب عليا. تقول لي ما فهمناش. بدايه قصتك ايجابيه، مشينا معك ورده دقه دقه، هذا الشيء عجبنا. ما سمعناش شي حاجه اللي خيبه. واش وقع لك ديك الليله اللي ولدي طلعت ليه السخانه بزاف الحراره؟ عييت ما نبرد وندير ليه في الدواء. هزيتو انا والراجل ديالي، قلت ليه هادشي ماشي هو نيت. لقيت اللي مشينا للسبيطار شدوه لينا، قال لك مريض. نعس معاه واحد السيمانه، تكرفس معاه شويه، رجعت للدار. وليت من الدار للسبيطار ديما انا غاديه بيه، ديما نقلب فيه. ولدي مريض واحد المرض اللي كان غريب. وطبيعه الحال اش غادي نقول لكم، انا ولدي مريض. واش غادي تحلى ليا؟ واش الضحكه غادي تكون في عينيا؟ واش غادي نبتسم؟ واش غادي نتزوق الراجل كل ليله؟ واش غادي ندوش ونتقاد لي بحال شي مونيكا نتسناه؟ لا لا، هادشي ما بقاش كيبان ليا. انا ديك الانيقه المقاده وليت مشاكه، وليت معصبه. ولدي هو عيني، تاثرت بيه، اول ولاده ليا، حبيت وحنيت لوليدي. حتى حاجه ما بقات تحلى ليا. كتجي العجوزه تتقول لي الله يحسن عوانك، تتجي امي تتقول لي هادشي تسلط عليك. كلشي الناس وقفوا معايا في الفرحه وفي البكيه ديالي. ولكن حاجه وحده اللي حسيت واللي ضراتني في خاطري واللي خلاتني اليوم نحكي، وهو الراجل ديالي. ما بعد تقبلش هادشي، تقبلش الولد مريض، ما تقبلش حياتنا تبدل، ما تقبلنيش انا ما بقيتش كيف الاول، ما تقبلنيش دخولي وخروجي للسبيطار لانه كونه خدام وما كيلقاش الوقت اللي غتيجي انا اللي هزيت مسؤوليه ولدي. طبيعه الحال خصني نقابل الليل كامل، نفيق الصباح نفطر ويمشي، نقابل ولدي، حياتي، الضياف، صافي يعني كلشي تقلب راسا على عقب بين ليله ونهار. فمشات الايام ودازت الايام، صافي يعني الصبر ليه حدود. فالراجل ولا هضر معايا هضره اللي ماشي حتى ليه، مالك انت اللي ولدك مرض دابا يصاح، مالك مش مأزه، ديري التفاؤل في الله، ربي كبير، ولا مرض لينا ولدنا دابا يصاح، ولكن انت خاصك تبقاي انثى، خاصك تبقاي المراه المثاليه، خاصك تبقاي المراه اللي يدخل الراجل تصرو. ما فهمتوش. قلت لي شوف نقول لك، واش انا ندخل انت نصرك؟ واش انا شتيني اش كيوقع ليا؟ واش انت كتنعس حدايا بالليالي اللي انا فايقه؟ واش انت فاش كتمشي الصباح كنفطرك وكتمشي للخدمه كنهز انا الدري كنديه السبيطار واش كتكون معايا؟ انت مقابل غير شغلك والماكله والسريط اللي من الايد ديالي اللي ما كتبغي حتى حاجه تشرى من برا. اش بغيتي ندير ليك؟ اش بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ راه ولدي راه كبتي كنشوف فيها كتموت صباح وعشيه وانت بغيتيني نتقاد ليك. انا تصدمت فيك. قال لي كيفاش تصدمتي فيا؟ قلت لي قلت لي انا كنت ضاربه بك المثال وكنصحاب قدوه الرجال. ولدك مريض، خاصك انت اللي تكون السند ديالي، انت اللي توقف معايا، ما تعاتبنيش، ما تزيدنيش تقول هاد الصحابه وغادي تفوت. خاصنا نديرو يد في يد، مره تمشي للخدمه، مره لا، مره دير مالاديه، مره تشد كاع شهر ونجي على ولدك. تخلينيش نقاسي، انا المدينه كبيره، الطوموبيل غالبه عليا، الولد كيبكي ليا، حسيت بالمسؤوليه. حالتي ولات حاله وانت كتمشي للخدمه وتجي عشيه خاصني تلقاني كي الورده. لا سيدي، انا دباليت ودبلني ولدي وفي عيلك وكلامك والبعد ديالك ليا زادو مرضني وعصبني. حل عينيك قبل ما يفوت الفوت. والو داك السيد ما على بالوش، ولا يخرج يتعطل، ما بقاش يديها فيا، ما بقاش يجي وخاصني انا نتقاد، ولا صافي ضارب الدنيا بركله وعايش الحياه برا ما على بالوش، وانا ربي اللي عالم بيا. واحد النهار ليش غادي نقول لكم الصدفه خير من الف ميعاد، كنت نعس مع ولدي 15 يوم، كيجي من العشيه كيجيب شي حاجه اللي ناكلها انا وولدي. صافي الوقيته اللي خرجت ما غادي نقول اش غادي نقول لكم، لقيت الام ديالي العكوزه الدار عامره، دخلت ندوش شويه، ولدي شويه بدات يعني ما بقاش كيف الاول. الحمد لله على كل حال، ربي راه مع الصابرين. فالوقيته اللي صافي دخلت للدوش ديالي، دوشت الماء سخون، يعني حيدت الهموم والغمه، نشفت الشعر ديالي، جلست معاهم، لقيت العيالات موجدات تبارك الله كل شيء، يعني خفوا عليا، شدوا الولد ديالي الحمد لله. ديك العشيه قلت الحمد لله، واخا شفت الصعوبات صافي يعني كل شيء غادي يتنسى. كنشوف في الراجل ديالي انا كيتقاد،
كيتفركس ضرب الكومبلي وتريح. انا قلت لاهل مجموعين، الولد خرج غادي يتعشى معنا غادي يضحك، صافي المراه راه كتسامح. فالسيد ماشي هو نيت، فصافي بدا خارج، كلشي بدا يشوف فيه، تبعات امو تبعته. كنسمع قالت لي فين غادي يا وليدي؟ قال لها خارج. قالت لي ولدي راك كثرتي. قال لها امي بلا ما تضغط عليا خليني انا خارج، باغي نضحك باغي نشط مع صحابي. قالت لي ولكن هادشي راه ما يمكنش، راه مراتك يلاه كي جات من السبيطار، راه خاصك تنشط في دارك وتضحك في دارك وتفرح بولدك. قال لها فرحوا نتوما في بلاصتي. قالت لي شوف نقول لك الطريق اللي غادي فيها راه غادي تندم عليها، راه مرتك راه ما دارت حتى حاجه، راه طير وتنجل وتقول مرتك هملاتك، مرتك ما بقاتش كيف الاول، مرتك راه على ولدها، راه هي هزات المسؤوليه اللي انت اللي خصك تهزها ماشي هي. قالت لي اسمع ولدي، راه نعمه بين يديك راه غادي تفقدها، راه الطريق اللي انت اللي غادي فيها راه غير كيضحكوا عليك، راه اللي تقربوا ليك راه بغاو يكسبوك في واحد الفراغ اللي انت اصلا ما محتاج تفرغه. اسمع وليدي، المهم ما داهاش فيها، رجعت انا بحال ما تصنتش عادي، جلست بحال مغيبه شويه. المهم العجوزه تعشات ومشات، امي مشات، بقيت ديك الليله بوحدي كنتسنى. جا في نص الليل جلست انا وياه لقاني كنتسنى فيه. قلت لي فلان مالك اش واقع لك؟ قال لي والو صافي انت غير رديها غير في راسك. ايوا هذاك الشيء اللي درت. قلت والله لا بقات فك، انا بعدت عليك على حسابيه الكبده ديالك، انا تشغلت في المرض ديال ولدي، ها هو ولدي ولا بخير ولا عليك. فديتها في راسي، قابلت الولد ديالي ولا كيدخل يلقاني بخير، ماشي كنتقاد شي مقاده اللي كنلول عادي. ما نهلكش راسي على واحد الانسان اللي اناني، ما نبقاش انا غنطلخ ونقاد في وجهي ونجبد في شعري تا غنطيحو الوجه غيعمر لي حبوب بالبومادات وبالكريمات باش هو نكسبو. لا ولدي ايه نقادو، انا نلبس هذاك الشيء اللي متول عادي والله يعاون. جا بغى يجي حدايا مرحبا، ما بغاش يجي لا لا، حيت انا دصرتو عطيتو اكثر من الاهتمام ديالو، تانقت فوق الزايد. شت السيد ولف صافي. نهار اللي حيت هذا الشيء على حسابي الظروف ديال ولدو نفرني، مشى كيقلب برا كيضحك كيسهر. فهذاك المعامله اللي تعاملت معاه بروده بدا كيحس بيها. ما بقيت نسول، ما بقيت نقابل، ما بقيت نقول ليه هادي الصباح ينوض يفطر بوحدو ويمشي ما شغليش فيه. هنا داز واحد الشهر حسيت بيه بلا بغى يتقرب، حسيت بيه بلا شويه بدا تيبقى في الدار، نقص شويه الخروج، الامور بدات كتزيان. هنا مرض ليا ولدي، فالوقيته اللي ولدي رجع ومرض ما خصنيش انا نتحمل المسؤوليه. ما غنديرش الغلط الاول اللي هو بالنسبه لي غلط، ولكن انا راه ولدي هذاك ماشي نفرت ولدي. لا زيدتو تنوض قال لي شنو؟ قلت ليه يلاه للسبيطار. فالوقيته اللي مشينا للسبيطار قال لك رجعت ليه الحاله ديالو. فالوقيته اللي رجعت ليه الحاله ديالو انا مثلت بلا مريضه. رجعنا للدار ما بقيتش قادره، قلت ليه شوف انا ما قادراش على هاد المسؤوليه، وما قادراش على سبيطارات، وما قادراش نمشي بوحدي. انت خاصك تشد، انت خاصك تشد. كونجي فيه شهر من اليوم. قال لي ما يمكنش. قلت ليه لا يمكن. قلت لي انا مريضه. قال لي عيط على امك تهزو. قلت ليه لا ما نعيط لا على امي لا على امك، هادوك النساء كبرونا بغاو يرتاحوا، خصنا نبعدوا عليهم همومنا. انت الاب مرحبا ولدك ما بغيتيش قلت لي ما عندي ما ندير لك، نسمح فيه ونخليه لك. قال لي يا ويلي على تسمحي فيه، وانا راه ما نقدرش نسمح، غير بغيت ندير ليه هاد اللعبه. قال لي كيفاش تسمحي فيه؟ قلت لي حيت انا ما قادراش عليه بوحدي، حيت انت كتمشي تخدم الضل في الخدمه وعشيه كتمشي تسارى وتضحك وتقصر وتضحك، الهموم ما حضرتيني ما والو، انا راه ما قادراش عليه، انا عييت. السيد الصباح مشى للشري، السيد الصباح مشى للخدمه. المهم طلع وهبط، عطاوه شهر انه يجلس الكونجي ديالو اللي ياخذ في الاخر العام غيشدو. فجلس كنفيقو الصباح، كنلبس الدري، كركب في الطوموبيل انا وياه، كيسوق بينا يدينا السبيطارات، من السبيطارات الكلينيكات، من الكلينيكات دار ولدي عمليه، من العمليه وقف حداه هو اللي كيهضر مع الطبيب، كيقول لي جاوبي الطبيبه، تنقول ليه ما كنعرفش. خليته منه للطبيبات، منه الفرمليات كيفرسوا فيه، عطينا هنا زيدنا هنا، حياته هذيك. السيد دوز هذاك الشهر في العذاب، كيجي كيحل فمو حتى من الريوق كيطيحوا ليه، في الليل كيبقى يشهق من كثر ما كيعيا. انا حملت واحد المسؤوليه اللي هو نيت خاصو يتحملها، انا ما هزيتش ولدي على حسابيته هو. بغيت نوريه ما كان يدوز عليا، بغيت نوريه التعب اللي كان يقول لي خاصك دوشي صباح وعشيه، لانه هو ما بقى يدوش على 4 ايام 5 ايام. حيت انا بالليل كنقول لي عيانه هز الولد الليله بكى،
عندك تحركوا على العمليه. لقيت اللي رجعنا للدار، لقيت اللي كيطلع عليا كندير راسي ناعسه، غير كينعس كنطلع على ولدي. خليته يعرف معنى الابوه، خليته يعرف معنى المراه اللي مسكينه حالتها يعلم بها غير ربي. في السبيطارات ربي اللي عالم بها، وانت في السهرات. لقيت اللي خرجت مشى سهر وخلاني قدام الام والعجوزه ديالي. انا بغيت نحكو بولدو بيعرف المسؤوليه ديالو. فالمهم ولدي من بعد العمليه بشويه بشويه بدا تيتحرك، بدا يعني ترجع الامور ديالو. بدا ولدي يعني كيضحك لانه عمرو ضحك، يعني الضحكه ما ولدي كانت بعيده عليه. صافي الراجل تقرب ليا انا والولد ديالي، لقيت اللي ولا بخير. الراجل ما بقاش يسهر، الراجل عرف بالقيمه ديالي وعرف بالقيمه ديال الولد ديالو. جا عنده واحد الخو اللي هو دياني، قال لي شوف اخويا راك ظلمتي هاد المره في ايام اللي ولدك مريض، راك ظلمتيهم بجوج. قال لي ايه عرفت. قال لي ما عرفت الظلم عشتو. قال لي ما عرفت القهره اللي قهرتها حتى تقهرت. قال لي عرفت معنى انها تهز الليل كامل الولد وما تحركش، عرفت المعنى الليل كامل وهي فايقه باش الولد ما يتخنقش، عرفت المعاناه اللي دوزات. خديت الدرس اللي ما يتنسى، ولكن انا اللي بغيت ليه الدرس، انا اللي بغيت يحسو، انا اللي بغيت يحس بيه. فهاد الشيء علاش حكيتي على المراه اللي كتهز الهم وكتهز المسؤوليه وما كتقاسموش مع الزوج ديالها. لا لا لا، مرض الولد ديالك راه ولدك وولدو. غادي تنعسي في السبيطارات هو اللي يهضر مع الطبيب والطبيبه، زيديه هو اللي يعرف الدوسي ديالو، زيديه وديري راسك ما عارفاش، خليه هو اللي يتحمل باش ماشي نفرك وتكوني انت السبب. خليه يعرف العيا ويعرف المراه اش كدوز مع ولدها في السبيطارات وفي السهرات. يعرف المراه علاش مسكينه مديومه وعلاش ما قاداش تدخل الدوش كل ليله وتخوي عليها الماء بالهم اللي فيها والخوف على ولدها. انا ما كنتش نقدر نمشي ندوش على حسابي ولدي، ما نخليش، لانه كان تيتخنق، لانه خصو يبقى ناعس على ظهره. والدري صغير هذاك الشيء اللي كيبغي يخرج من فمو كيرجع ليه النيفو، خاصني نكون حداه نرفعو غير بشويه. الوقيته اللي تخنق بزاف المعاناه اللي عشت مع ولدي، بزاف العذاب، لا في السبيطار لا في الكلينيكات لا في الدار لا في الزياده لا في كل حاجه كان معلق بالولد ديالي، خوف عليه لا نفقدو. عرف اللي كاين وقدرني ورجعات الامور كيف الاول، رجع يعني السند، بقى فيه الحال، اعتذر، بقى فيه الحال على بزاف الحوايج. فانا حالتي اش غادي نقول لكم، ما نتمناها حتى وحده. غتقول لي شنو؟ مع مرور تقريبا واحد العامين بحال هكاك لقيت راسي حامله، ولكن ما كنتش ناويه. فوقع اللي وقع، فولدت بنيه اللي كانت ثانيه، فولدت بنيه نفس المرض اللي كان في خوها لقيته فيها. فلقيت واحد المشاكل، واحد المعاناه اللي كثيره، ولكن هاد المره تقاسمتها انا وياه. فتمحنت انا وياه، فتكرفست انا وياه. فالوقيته اللي كان عيا تيقول لي سيري نعسي، فمسؤوليتنا بجوج، ما عندكش علاش تخافي. فالراجل عرف بالمسؤوليه حتى زيدتو ليها، عرف بانني انا راه خص اللي يتقاسم معايا الصبر، عرف بلا الزواج راه نصفين، نصف يكمل النصف الاخر. عرف بلا الولاد راه خص الاب والام اللي يقوموا بهم ماشي غير الام. عرف بلا المسؤوليه تقاسم على جوج. فكان السند ديالي في بنتي، فما حسيتش بالضغوطات اكثر من الولد ديالي، فما حسيتش في المعاناه. فلدرجه لنعس معاها كيطلع عليا مع 9 مع 12 مع 4 مع 8 في اي وقت، يعني كيهضر مع الطبيب كيدخل عندي. عكس ايامات ولدي اللي كان ربما يجي عندي في العشيه مفركس مقاد مريح، ومن السبيطار كان يمشي ويخرج، كان يبقى فيا الحال، وكنت كنعرفو بالله غادي يسهر وانا مسكينه ساهره في العذاب. فانا عانيت في هذا الشيء. علاش حكيت حكايتي وصلتها لكم على ما داز عليا. فالحياه كتكون مثاليه، فكتكوني بخير وعلى خير، وضروري كتخرج لك شي حاجه من الجنب اللي كتمحني وكتكرفسي، ولكن في الاخير كتقولي الحمد لله على كل حال، ما يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. فدابا انا اللي بغيت نقول لكم كبار الولد وكبرات البنت، وبقى هادشي غير تعاويد. ربي ابتلاني في الاول من الزوج ومن الوليدات، ولكن الحمد لله المعاناه بالنسبه لي دازت. فحكيت حكايتي وبغيت نتقاسمها معكم على ما وقع ليا وعلى ما جرى ليا، باش تاخذوا فكره وعبره من اللي وقع ليا. فانا مع الراجل ديالي اللي استق واحد الراجل اللي مثالي، اللي شفت معاه الخير زاد على الخير الاول، اللي عطاني كل حاجه قدوه للافعال ديالي وتمارا والمعاناه اللي دوزت مع الوليدات ديالي. فالراجل ندم على كل دقيقه بعد عليا، فالراجل ندم على كل دقيقه مشى وسمح فيا، ولكن تا انا كنت واحد الانسانه اللي مثاليه والحمد لله على كل حال. فخبت في الاول، ولكن ربي عطاني على قد نيتي. فالوقيته اللي بغات تموت الام ديالي فقالت لي شوفي يا بنيتي،
ما تبقيش مكلفه على راسك فوق الزايد. فالحياه فيها نصفين، نصف ليك ونصف للزوج ديالك. فتقاسمي الصبر معاه وتقاسمي وكوني ذكيه وحكيمه. راه المراه اللي كيكون راجل مفرعن ومكبر وما يصغرش ليها بالعقل كيصغر وتيولي تحت جناحها. كوني بنيتي قويه في نفس الوقت وكوني درويشه في نفس الوقت. عرفي كيفاش توازني. راه الحياه ما كتبغيش الترافه في كل الاوقات وما كتبغيش القبح في كل الاوقات. فامي عطاتني دروس وديجا انا خديت دروس من الحياه ديالي بلا ما ينصحني حتى واحد. فالمهم اللي بغيت نقول لكم، نهار اللي ماتت العجوزه حتى هي نصحاتني وقالت لي بنيتي الله يرضي عليك، بنيتي الله يقويك، بنيتي كوني صباره في الاوقات اللي تكون صعيبه، بنيتي بارك عليك ما تزيدي لا ولد لا بنيه، هادشي كافيك. وبطبيعه الحال اتفقت انا والزوج ديالي نكبروهم. فانا شفت راحه البال من بعد المعاناه، شفت يعني شي عذاب اللي غادي نقول لكم في الوقيته اللي ولدي مرض وبنتي. راه سبحان الله اني كنحكي حكايتي، ولكن الصبر من عند ربي والقوه كيعطيها ربي، غير الصبر. فكل شيء كيتعوض وكل شيء كيدوز على خير. ولكن الخيانه والغدر ديال الراجل واحد النسبه ما بغيتش تنسى. ولكن الحمد لله على كل حال. هذه هي حكايتي. فرجات ديك اللي كتقاد واللي متوله واللي مقاده في دارها، ولكن ماشي الجهد كثار من الجهد ديالي. فوليت الحمد لله بخير على خير. فالسند ديالي هو الراجل ديالي، فوعدني ما يغدرني ما يخونني، لحد الان انا معاه. فهذه هي حكايتي اللي وصلت لكم على مجرى ليا وعلى وقع ليا وعبره لكل امراه مثاليه. وهنا الحكايه كملات. اعزائي الكرام، صراحه غادي نقول لكم قصه واش من قصه، كنتمنى نكون وصلتها لكم والعبره خليتها بين يديكم. فالله يهدي ما خلق. فبعد النساء كيهز المسؤوليه، كيهزو اكثر من الطاقه ديالهم، ما تيتقاسموش الضغوطات ديالهم مع الزوج. لا، بالنسبه لها هي هزت الهم والمسؤوليه وكل شيء على حساب ولدها، الله يحسن العوان. ولكن في بعض الاوقات المراه خصها تزيد الراجل. هو بالنسبه لها غير لا طلع عليها في السبيطار ولا في كلينيك الوقيته اللي كانت ناعسه، راه قوه ايجابيه بالنسبه لها. ربما على ساندها شي ليله وهز ليها الوليد كتزرع فيها واحد الطاقه. يعني حتى الراجل لقى المراه في واحد الضغوطات غير يواسيها، ولو هو خدام وعنده الشغلات ما ينفرهاش. ما يمشيش هي مسكينه تقاتل مع الولد وانت سهران وضحك وناشط. لا، هذاك الولد راه ولدكم بجوج، تقاسموا الصبر. ابتلاء تقاسم، ابتلاء عطاكم ربي، راه ماشي غير ليها، راه ليكم بجوج. ولكن الحمد لله صاحبة القصة ربي عطاها وغناها، وربي وقف معاها ونزل الرحمة في القلب ديالها، ولكن بالذكاء ديالها. فالمهم هنا بلا ما نزيد نطول بليكم وبلا ما نزيد الخلاصة نلخص لكم، فكل شيء خليته لكم. فتنقول لكم شكرا على الاستماع وشكرا على المتابعة. مع السلامة، وإلى قصص أخرى. دمتم في رعاية الله، وإلى قصص أخرى. أحبكم في الله.